حلمت صدمة عمري نهار شفت السيد حاط راسو على الفولون ديال الطوموبيل ومعاه دري صغير كيبكي ربي اللي خلقه. انا شيفور ديال الرموك كندير انترناسيونال فرنسا المغرب وفرنسا اسبانيا. واحد النهار عيط ليا الباترون قال لي بانني خصني نمشي لواحد المدينه في اسبانيا اللي هي مالاغا. اتفقنا باش نخلي ليه الرموك تما وغيجي شي شيفور من المغرب يديه مع المغرب. الرموك اللي كنخدم فيه كلشي، البلاصه فيه كنرتاح، فيه ثلاجه، اي حاجه احتاجيت. وانا من الطبع ديالي كندير الماكله معايا وكندي شي حاجه ديال الفلوس في جيبي الا بغيت نتقدى ولا نشري شي حاجه ولا ندور. هذيك فلوس ابار على الخدمه ديالي. وانا غادي هذا الطريق وفي الدخله ديال مدريد طاح عليا واحد العيا سبحان الله العظيم، مع انني مرتاح وناعس وما خاصني حتى شي خير، ولكن هذاك العيا مني نزل عليا بقيت كنتعجب. قلت باش نيفيتي شي مشكل يوقع ليا في الطريق اجي ندخل لمحطه الاستراحه باش نرتاح وفي نفس الوقت نشرب ليا شي قهوه باش نفيق واحد شويه. غادي ننزل من الرموك حتى كتبان ليا واحد المرسيدس الطوارق ديالها ديال بلجيكا وفيها واحد السيد حاط راسو على الفولو بواحد الطريقه اللي كثير الانتباه. ما نكذبش عليكم شدني الفضول، ولكن كملت طريقي شويه كنسمع في صوت ديال الدري صغير كيبكي لداخل. وقفت قلت واش نمشي نسولو ياك ما يكون محتاج شي حاجه ولا نزيد. شفت حتى عييت وانا نرجع عنده. قلت لي خويا واش انت مغربي؟ قال لي قلت ليه ما وقع لك شي مشكل ولا شي حاجه؟ قال لي لا ما عندي حتى شي مشكل. شويه وانا نسمع الصوت ديال المراه ديالو جالسه اللور وشاده الوليد كيبكي بين يديها كتغوت عليه بالريفيه وانا ما فهمت والو. هو ما جاوبهاش بقى ساكت. شويه ويقول لي اخويا راه واقع لي واحد المشكل. قلت له اش كاين اخويا؟ قول لي نقدر نعاونك. قال لي اش غادي نقول لك اخويا؟ راه دخلت للسطاسيون انا والمدام باش نرتاحوا وفي الصباح منين نفيقوا ونديروا الغازوال ونشدوا الطريق للمغرب، ولكن راه تصالوا بينا دوك الكفاره بالله وسرقونا، فرقوا عليا ديك البلاصه ديال الساروت وطلقوا علينا الغاز حتى ما عقلنا على حتى شي حاجه. منين فقنا لقينا ريوسنا غير ربي والرحمه، تكريسينا الصاك ديال المدام فيه كلشي، تليفونات، الفلوس، لي كارط، بقينا الله كريم وما عنديش حتى باش ندير الغازوال باش نكمل طريقي. قلت له عرفتي اش غادي دير؟ نزل ان شاء الله يكون خير، اجي نشرب واحد القهيوه وندير لك المازوت وسير الله يسهل عليك. هو قال لي لا خويا الا كنتي غدير فيا شي خير غير دير لي الغازوال وخليني نمشي. شويه المراه ديالو هنا بدات ثاني كتغوت عليه وانا ما فاهم والو. قنعاتو باش يدخل معايا القهوه وفعلا دخلنا. هو خدا قهيوه وهي قلت لها شنو تشربي؟ قالت لي شوف اخويا انا ما بغيت حتى شي حاجه، الا غادي دير فيا شي خير خذ لي غير الحليب لولدي راه ما واكلش. قلت لها غادي ناخذوا لي حليب غير ضروري انت تاخدي شي حاجه؟ ما يمكنش. فعلا جلسنا وهضرنا شويه صدقنا مغدين في هذيك القهوه. خرجت على برا باش ندير ليه الغازوال ودرتو ليه بلا كارت ديال الخدمه. قال لي الله يرحم لك الوالدين اخويا راه هذا الشيء هاد البلان هذا راه غادي يوصلني ان شاء الله حتى الخزيرات. قلت ليه ويلي لا ضروري نعطيك شي حاجه ما تعرف الوقت والزمان هذا، مرتك ولا الولد يحتاج شي حاجه بدا تلقى عندك شي حاجه ديال الفلوس. فعلا جبت ديك 700 اورو اللي كتصلي وتودن عندي. هو ما بغاش قال لي والله ما نشد من عندك. قلت له والله تتشد مني منك حتى شدها. قال لي عرفتي غيجيك مليح وعطيني النمره ديال التليفون ديالك باش ان شاء الله منين نرجع نصيفطها لك. انا بديت كنضحك قلت له خويا ما تعطيني انا نمرتك ما نعطيك انا نمرتي، تلاقينا هي هذيك ما تلاقيناش سير الله يسهل عليك. وفعلا درت ليه الغازوال انا شديت الطريق وخليته تما. في الدخله اللي غادي نشد فيها الباطو حتى كنلقى واحد السيد كيدير ليا باي باي وكيشير ليا عنده جوج بوينز كبار حاطهم حداه. انا قلت كيما السيد كيعرفني ولا شي حاجه وقفت. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي خويا كاين شي مرقدي وياك ما كاين باس؟ قال لي خويا ما كاين ما نخزن عليك راه كنت جايه شاد الطريق انا والمدام ضربت انا وياها لاحت لي حوايجي وزادت وخلاتني وراه الطوموبيل في سميتها وانا دابا رانا حاصل وخاصني ضروري ننزل المغرب. قلت لي شوف اخويا عرفتي غادي تجيك مليح انا غادي نوصلك معايا ماشي مشكل ولكن بشرط. قال لي ما هو اخويا؟ مرحبا. قلت لي قبل ما نركبوا في الباطو ما تعرفني ما نعرفك ومنين نطلعوا الباطو نهضروا ومنين ان شاء الله نفوتوا ثاني المسائل ديالنا القانونيه نتلاقى معك على برا ونهزك معايا ونمشي. وفعلا ركبتو معايا وشدينا الطريق. وشوفوا سبحان الله العظيم راكم عارفيني ما عندي حتى شريال داكشي اللي عندي عطيتو لداك السيد ومرته. فيما كنوقفوا كنقول ليه اجي نطيبوا شي حاجه ناكلوها نديبانيو بها كيقول لي لا خويا علاش اجي ناكلو انا نخلص عليك وزيدوا ما عندناش الوقت وانت يكفي الخير اللي داير فيا ما فيها بس انا نساهم معاك وخلص عليك. وفعلا في اي بلاصه وقفنا غناكلوا فيها ولا نشربوا فيها شي حاجه هو اللي كيخلص. بقينا مكملين طريقنا حتى وصلنا للدخله ديال المحمديه. قال لي شوف اخويا بارك عليك غير هنا انا غنعيط للعائله يجيو يديوني. نزل وبدا كينزل في بوالزو منين سالاو ويلوح ليا واحد الجوا. قال لي هاكا شد. قلت لي شنو هذا اخويا؟ قال لي راه فيها واحد البركه انت درتي فيا خير ووصلتيني حتى لهنا وانا بغيت نتعاون معاك راكم عارفين. بقينا قلت لي والله ما نشد هو يقول لي شد وانا نقول لي والله ما نشد. في الاخر سد عليا الباب وزاد. انا ما قلبتش هذاك الجوا
كملت طريقي فين كنت غادي. نورمالمون انا كنت خصني نخلي الرموك في كازا، حتى عيط لي الباترون قال لي شوف غادي تطلع حتى لاكادير، غادي تشارجي الليمون وغادي ديه حتى لبلجيكا. قلت ليه ما كاين باس. شديت الطريق وصلت للطريق مصور راسو، وانتم راكم عارفين الطواجن اللي كاينين تما. قلت اجي ننزل نضرب ليا شي طاجين يكون معتبر ونشرب ليا شي قهيوه نرتاح ونكمل طريقي، بحكم انني راه عندي شي حاجه ديال الفلوس اللي خلى لي داك السيد. كليت وساليت، قلت اجي نحل الجوا باش نخلص، حتى كنتصدم لقيت فيه 700 اورو قد. انا تشوكيت ودارت بيا الدنيا. قلت ويلي واش هادشي كاع صدفه، نعطي 700 اورو للسيد هو ومرتو يجيب لي ربي 700 اورو من عند واحد اخر. سبحان الله العظيم. خلصت ومشيت في حالاتي، رجعت بحالي لفرنسا. مشات ايام وجات سنين، دازت تقريبا شي 3 سنين وانا عايش حياتي عادي وطبيعي. كان داك الوقت رمضان، حتى كيعيط ليا الباترون وكيصدمني، قال لي شوف راه محتاجك ضروري تخدم ليا واحد الخدمه، غادي تهز ليا رموك وغتديه ليا لهولندا. راه الشيفور اللي كنت معول عليه راه مريض وما عندي حتى شي حل من غيرك. انا طلع ليا الدم وقلت لي انا متفق معكم من النهار الاول انني رمضان ما كنبغيش نخدم فيه، حيت كنبغي ندوزو ونعقل عليه ويعز عليا الفطور ويكون داكشي متول. الباترون قال لي انا عارف ولكن ما عنديش شي حل من غيرك، راه كنت انا قريب انا ندي حتى لتما، ولكن راه انت هو الوحيد اللي غتفك لي هذا المشكل. خرجت من الدار مع 12 ديال النهار وانا طالع ليا الدم، ربي اللي مطالع بيا معصب شويه. قلت ما كاين باس، اصلا انا ما غاديش نبات، غنقضي الغرض ورجع في حالي. وصلت لتما غادي نحط الرموك وانا نصدم ان السلعه اللي غادي نجيب معايا ما غتوجد حتى لغد لي. زدت تعصبت كثر وكثر، قلت ما عرفتش غيجيكم مليح، غنخلي لكم اللور ديال الرموك تكلفوا به نتوما وشارجيو، وانا غادي نمشي نشوف اش غادي ندير. هزيت الراس ديال الرموك قدامي ومشيت لواحد المكازه باش نشوف باش غادي ندير في الفطور. دخلت المكازه وانا كنقر وانا مايله على حالتي وانا ما عندي سعد وانا اش غادي ندير وانا ما عندي ما يدار. المهم غنقضي باش اللي عطا الله. حتى وقفت عليا واحد السيده قالت لي مالك ولدي اش كاين ياك ما كاين باس. قلت لها الحاجه راه نعت حنسات في الفطور وما عرفتش اش غادي ندير. قالت لي علاش انت ماشي ولد هنا؟ قلت لها لا انا راه جاتني غير الخدمه. قالت لي علاش وليدي انت فاش خدام؟ قلت لها الحاجه شي داك الكاميو اللي على برا راه ديالي. قالت لي شوف وليدي انت تسناني هنا واحد نص ساعه تقريبا وانا غنرجع عندك ويكون خير. فعلا خلاتني ديك نص ساعه السيده الغبير الظاهر. ما نكذبش عليكم انا بديت كنفكر وقلت هذيك ما تسوى معاها الحال ودارت لها في الخول خافت مني. اجي نعطي اتساع للمراه ونقضي حاجه وصافي باش ما عطا الله. خديت داكشي اللي قسم الله وغادي خارج من المكازه حتى كتبان لي المراه جايه هي وراجلها. قالت لي راه هو هذا. قال لي شوف وليدي انت راك اليوم معروض عندنا الفطور بما انك عابر سبيل مرحبا بك. قلت لي بارك الله فيك. هما زادوا قدامي بالطوموبيل وانا تابعهم بالكاميو. وصلنا للدار ما نكذبش عليكم الطابله عامره من القنت حتى القمص، جميع الشهوات اللي كتخيلوا في بالكم كيتحطوا في رمضان كانوا موجودين دوك الناس. فضلنا باش نصليو ورجعنا باش نفطروا، وهنا الحاج قال لي شوف وليدي غير فطر انت انا راه كنتسنى في شي ناس غادي يجيو. قلت لي لا الحاج انا نتسنى معاك ما عنديش مشكل. يلاه كنهضر انا وياه بحال هكا فطر لا ما تفطر وهما يدقوا دوك الديار، حتى كنشوف راجل هو ومرتو جايين داخلين وتصدمت صدمه عمري وحتى هما تصدموا. لقيتو داك الراجل هو ومرتو ولدهم الصغير اللي كانوا طايحين اون بان في المحطه ديال الاستراحه، وهو شافني مسكين وبدا كيقول لباه هو هذا راه هو هذا. با كيقول لي كيفاش هو هذا تشرح لي شنو واقع. قال لي راه هذا هو السيد اللي فاش كنا طايحين اون بان عتقنا. هنا باه مسكين بدا كيبوس فيا ويعنق فيا وكنقول ليه الحاج انا راه درت غير الواجب اللي خصني ندير. قلت لي العجيب في الامر هو ان داك النهار ما كنتش عيان وناعس ومرتاح، وكيفاش طاح عليا داك العيا سبحان الله العظيم باش دخلت لديك البلاصه. ويقول لي با هنا راه حيت مرت ولدي كانت كتبكي وكتطلب الله انه يجيب لهم شي واحد اللي يعاونهم حيت فعلا ما كانش عندهم الحل، والحمد لله انك انت هو السبب والله يجازيك بخير يا ولدي. من هذاك النهار وليت معاهم في حل العائله، كيجيو عندي وكنمشي عندهم وكنسولوا في بعضياتنا، وهذاك الخير الصغيور اللي درت رجع ليا شي 700 الف مره بالدوبل. ومن هنا كنقول لكم ما كيتسد باب حتى كيتحلوا بيبان، وان لبعد العسر يسرا. ربي بعض المرات كيسخر لنا طريقنا شي ناس اللي ما كنكونوا محانين ما ظانين بهم، وتقدر تكون بيناتنا معرفه ومن بعد تقلب صداقه وتكون ما كاينش بحالها. دير الخير تلقاه، وانا لقيتو ديك الساعه ما تعطلتش.